ماذا أنت قدمت كمواطن جزائري وماذا قدم بلدك لأحداث غزة الأخيرة؟ تفضل أجبني. أخي الكريم يوسف اليوسي، أنا كمواطن جزائري أرى الحكومة الجزائرية مقصرة في حق إخواننا في غزة. أنت ماذا قدمت؟ أنت أول شيء أجب عن نفسك. أنت ماذا قدمت؟ وأنا كمسلم مقصر في حق إخواننا في غزة، يعني هذه الحقيقة. فهل تستطيع أن تقول أنت الحقيقة في حكومتك؟ نعم لحظة. أنا قدمت جزء من مالي الخاص استجابة لطلب الملك السعودي للتبرع لأبناء غزة، ووصلت التبرعات إلى أكثر من 700 مليون من الشعب، فقط الشعب غير القيادة. قيادتي في المملكة العربية السعودية جمعت نصف العالم في الرياض. من أجل ماذا؟ استثمارات، من أجل القضية وأحداث غزة. بينما الرئيس الإسرائيلي يشكر رئيسك على عدم قطع الغاز، فلا تأتي وتنظر وتطلب مني وتزايد علي وتضع العلم. نصرتكم لغزة فقط حرق أعلام وهتافات من الأربعينات الميلادية، من قبل حتى أن تتحررون، قبل أن تحرركم السعودية من براثين الاستعمار الفرنسي. وأنتم تعلمون هذا في تاريخ الجزائر مرتين، يعني السعودية أنقذتهم من عام 52 عندما بدأت ثورتهم ودول قضيتهم الملك سعود رحمة الله عليه، ومقولة الشهيرة أنا جزائري أكثر من الجزائريين. والملك فيصل دخوله في مجلس الأمم المتحدة متوشحا العلم الجزائري، وقطع العلاقات السعودية الفرنسية. والسعودية كانت في بدايات تأسيسها لم تكن دولة بترولية وعملاق كيومنا هذا، بل كانت في بداياتها، ولكن هم ليسوا أغنياء بالدولار الأخضر، بل هم أغنياء بالكرامة، أغنياء بالعزة، أغنياء بشعبهم، أغنياء بدينهم. وهذه حقيقة. بلدك بترول، لكن الثروة ليست في البترول وليست في الطاقات، الثروة هي في القيادات. الثروة في القيادات. من الجزائر نعيق ونهيق تجاه يعني أسيادهم وتجاه محررهم وتجاه أرباب حريتهم، ألا وهي السعودية. تأتي وتزايد علينا في قضية الجزائر والعروبة. نحن عروبتنا لا نستقيها من أدلجة، نحن عروبتنا أصيلة متأصلة في قلوبنا. فيا جزائري، أنا أنصحت نصيحة، لا تتحدث عن بلد حررك من المستعمر. والله لن تطول ولا تتجاسر، سوف نلجمك وسوف نخرسك أنت وأمثالك. فدامت السعودية وقياداتها ولشعبها ولخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين.